هناك بعض الكلام الذي يقولونه حسب الجيش العراقي، يقولون إنه جيش ميليشياوي. لا، بل إنه الجيش العراقي سيضربكم حتى لو كان ليتبع الإرهاب سنضربه، نعم، ونكويه على سيناريو جديد. يا داعش، أنتم وداعش سنقتلكم ونضربكم أينما تذهبون. المكان مكاننا والديار ديارنا، سنضربكم شئتم أم أبيتم. سنوصل إليكم بكل مكان. أي حرب سنقودها ضدكم وأي إبداع سيقدمه الجيش الباسل العراقي سيبقى قمة الشماخة في العراق وقمة الجيش شامخ وبطل، حتى يبقى الجيش صامدا أمام آلاف جرذان يهربون. داعش يتمزقون. يا إلهي، داعش يهرب، داعش يتمزق هنا في العراق، لا له وجود بعد الآن. لدينا جيش صامد، لدينا جيش الأبطال، لدينا جيش العراق، لدينا كل من يتحدانا. سنسحقه بأقدامنا، سنسحقه بأقدام الجيش العراقي الباسل. يضرب داعش في كل مكان بكل زمان. نحن عراقيين نبقى على وحدة الصف. وهناك بعض الكلام من السياسيين الذي يقولون جيش العراقي جيش الطائفة، طائفة واحدة، لا، ولكن انه الجيش العراقي طائفة العراق جميعا وليس طائفة. نحذرهم ونقول لهم حذاري، لا تلعبون في النار، لا تمسكون النار، فالجيش العراقي نار يحرقكم ويحرق جرذان داعش. إلى اللقاء.